بوابة طالب العلم تقدم لكم هذه المادة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب للقائمين عليه تنسيقا وإعدادا وتمويلا ومتابعة، أن يجزيهم عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا، فلولا ما نعيشه من الأمن والاستقرار لما استطعنا أن نؤدي الفرائض المحتمة، فضلا هذه المجالس التي يرتادها طلاب العلم من القريب والبعيد. فهذا دليل على الأمن والاستقرار، وإن حصل شيء فهو من الأشياء التي لا يخلو منها مجتمع، فلا بد أن يكون في أي مجتمع من المجتمعات شواذ، لكن قد يكثر الشواذ في مجتمع ويقلون في مجتمع آخر، بقدر ما يكون فيها من التزام الكتاب والسنة والعمل بذلك أو التفريط في ذلك. فكلما كان تحكيم الكتاب والسنة فإنه يكون الأمن بحسب ذلك، وكلما كان الإخلال بتحكيم الكتاب والسنة يكون الخلل في العباد والبلاد. ولهذا يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يحصل من اختلال الأمن واختلال النظام في أحوال الدين والدنيا إنما يحصل بسبب التقصير في الالتزام بأوامر الله جل وعلا وتطبيقها على مراضيه، والتزام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم والإتيان بها على مراضيه. وهذا يحتم علينا أن نؤدي حقوق ولاة أمرنا، وهو السمع والطاعة لهم في المعروف، لأن الله جل وعلا أمر بذلك في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم حكام المسلمين وعلماؤهم. هؤلاء أو هذين الصنفين لهم على كل فرد وفي ذمة كل شخص ذكورا وإناثا أن يفوا بحقوقهم. فحق العلماء علماء الشريعة الذين أخذوا علمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من حقهم على الناس أن يقدروهم حق قدرهم، وأن يثقوا بعلمهم، وأن يرفعوا إليهم المسائل التي لا يتصدى لها إلا العلماء، يرفع إليهم لأن الله أحالهم عليهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإلى الله إلى القرآن، والرسول إلى السنة. ولا شك أن
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها من يقوم بها، وهم العلماء الربانيون الذين أوصى الله جل وعلا بسؤالهم، وأحال عليهم في الآية الأخرى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا حصل السمع والطاعة كما أمر الله جل وعلا انتظمت أمور العباد، وحل عليهم الأمن والاستقرار، وسعدوا بإقامة الدين والدنيا، لأن الإنسان إذا أمن تفرغ لعبادة الله جل وعلا، وذكر أحواله المعيشية فينبعث فيها. ولذا ترى الناس في حال الأمن ينتشرون كل في مهنته، طالب العلم والمعلم والطبيب والقاضي ومربي الماشية والمزارع والعامل والصانع في معايش العباد ومصالحهم، آمنون قائمون بما يحتاجونه. وأما إذا لم يوجد ما يعينهم على ذلك انشغل الناس بأحوالهم. إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه، كيف يخرج طلبا للرزق؟ أو كيف يأمن على أهله يخرج عنهم؟ فلنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. قد يكون الإنسان في المجلس ولا يدري ما هو خارج هذا المجلس، وذلك بفضل الله ثم برعاة الأمن الذين بذلوا الغالي والنفيس، ورتبوا رجال الأمن على أطراف البلاد، ومكنوهم من الدفاع عن أعراض المسلمين ومقدساتهم وعقائدهم ودمائهم وأموالهم. فواجبهم علينا أن نخلص لهم في السمع والطاعة في السر والعلن، وأن ندعو لهم الله جل وعلا بظهر الغيب أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه. كما لا ننسى أحبتي في الله وزارة الشؤون الإسلامية التي تعنى بهذه المجالس وهذه اللقاءات بفضل الله جل وعلا، ثم بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية حفظه الله وأوامره التي يوجهها إلى فروع الوزارة في جميع مناطق المملكة. وقد رأينا وسمعنا في افتتاح هذه الدورة أن مدير الفرع بالمنطقة الشيخ أحمد عيسى حفظه الله شاركنا في اللقاء الأول بنفسه وبكلمته المباركة، وهذا دليل على اهتمام ولاة الأمر بهذا الشأن، وتقديرا واحتراما لطلاب العلم ومشاركة لهم في هذا الفضل. فلنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. ثم لا ننسى ما علمناه من العلم أنه أمانة في أعناقنا، أنه أمانة في أعناقنا، يجب علينا الوفاء بهذه الأمانة وسنسأل عنها، لأن الإنسان لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فإذا علمنا شيئا وجب علينا العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه هي وظيفة العلم والعلماء، وهذه هي زكاة العلم. وكلما
بذل الإنسان من العلم بارك الله فيه، وكلما أمسك عليه نزعت منه البركة ولم يستفد منه أحد. فنسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر، بيت من بيوت الله، في هذه الأيام المباركة، أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. كما لا ننسى الشكر والتقدير لراعي هذه الدورة المباركة الأستاذ فيصل ابن هادي المدخلي حفظه الله، والذي بذل بسخاء لإنجاح هذه الدورة التي تحمل اسم أبيه، ذلك الشيخ الذي عاش عمره الطويل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعانة على العلم والخير والدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه الأجر، وأن يجعل ذلك من أسباب المغفرة والرحمة له، ومن أسباب البركة في ذريته من بعده، وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف. والله أعلم، وجزاكم الله خير. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في أعوام قادمة وفي دورات مقبلة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.